قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم حبيبته بتخونه وبتتجوز صاحب الشركة اللي شغال عنده، فبيقرر ينتقم منها ويدمرهم. فيا ترى يقدر يعمل ده رغم قوتهم ولا لا؟ ده اللي هنعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع سودونغ وهو نايم، بس فجأة بيلاقي يوم هو جاي يقتله وبيكون متخيل منه أساسا. وبيقوم يشوف السلاح اللي معاه وبيروح يتخيل هيو جاي له، وشايف ان بيجيله كوابيس كتيره وان احتفاظه بالسلاح مش طبعه وعاوز يتخلى عنه، وشايف انه فاز خلاص عليهم وكل اللي عليه يكون سعيد مع يو انام خلاص. فبيروح يشوف الرماد بتاعه وبيطمن عليه وبيشوف اللوحه اللي يو كانت رسماها واللي هيعملها في النهايه. فبيروح المتجر وسط متابعه تشون ليه، خصوصا ان يوم مختفى من شهر اصلا، وبيكونوا قلقانين عليه جدا وانهم مش عارفين يحققوا في اي حاجه وبيفضل متابعه. فبنروح لتشيه اللي بيلاقوا ان الكل وافق على تعيين سودون غجور رئيس، وبيفكر في دمج دايسان الكيماويات معاهم، وشايفين في ان يوم اختفى ومفكرين في انه خايف من التحقيق، وشايفين في ان اكيد عنده اعداء كتيره وبيخلوا سو يفكر. بس نجيب بتكون مع كوك وبيفكر عن اختفاء يوم اللي بيكون مش هامم جي، علشان بعد موت تشي هما يرسوا كل حاجه وبتخليها مصدومه. ويو بتيجي وبتشوف ده وبتستغرب، فبيجي معاه تعيين سودون غجور رئيس دايسان وبيشكر المساهمين عليهم، والكل فرحان كتير وبيتكلم على هيو واللي بيقول في انه هيزيد الاستثمار وهيتكلم عن توسيع الاعمال كمان وهيدمج دايسان للكيماويات. وكوك بتتصدم وبتكرهه جدا. فيو بتشوف ان سو بيعرفها في انه عمل كده علشان يزود الاسهم وعاوزها تبطل تتحالف مع يوم وتنتمي لدايسان. وجو بيكون شايفه ده انه مختفي اصلا وبتمشي، فبتروح تهنيه وعايزه تعرف ان يوم ميت ولا لا. فبيجي يقول الاخبار عليه، بس بتعرفه في انه قتل ولا لا وبتقرب عليه وشايفه في انها فاهمه كل حاجه، ولو هيموت فلازم يكون هو اللي يعمل ده، وبتشجعه وبتحضنه وهي بتبكي. فتشا بيعرف جي في ان كوك مش هيكون لها اي تاثير على خلافه سونو وبتطمن على ابنها. بس سو بيجي وجي بتعرفه في انه يبقى يدعمها قدام عشان تتولى دايسان. وسونو بيجي وبيروح يتكلم مع الخزنه السريه اللي بيكون سو مش عاوز يعرفه بيها وناوي يوريها مكانه، واللي بيروح يوردها اصلا وبالفعل بيدخل. وجي بتكون مذهوله جدا وبيكون بيعرف من تشاف ان يشوفها، وبيروح يدخله وبيشوف الطعام اللي فيها واللي فيه حاجه مخفيه جواها. وحقيقي سونو ده مش طبيعي اصلا، وبيكونوا بيضغطوا على سو عن طريق تشي. فبنروح تايون اللي بيفتكر كلامه مع تشي ومش عاوز يتراجع ويقف قدام سونو، واللي نايو بتيجي وبتعرفه في انها وقفت هنا وده اول ما جت وكانت عايزه تموته، وبتعرفه في ان المكان ده خطير علشان لو وقع مش هيعيش وانها تبقى جنبه على طول. وبيفتكر كلامها اول ما جت وبتخليه مستغرب، وبتعرفه انها ما كانتش فاهمه الامور صح وبتمشي وبيشرب. وبيبص لتحت وفجاه سونو بيزقه وبيلحقه على طول وبيمشي وبيخوفه جدا. فبيعدي اليوم مع سو وجونغ اللي بيجوا بيفرحوا، وبيكون مستني هيتشول واللي بقى شغال محامي وده من الشركه الطبيه، وبيكون هدافع عنه في القضيه دي وبيضايقوا بيهزروا سوا وبيمشيه. بس بيروح وراه بيفكروا بتاخده من المدرسه وقتها بسبب عمه يوم، وبيفرحوا سوا هما الاثنين. فبيمشي مع جونغ وشايف ان خطف يوم كانت منه. فيوئنام بتروح له وشايفين في ان تشا مش موجود ومشي، وعشان كده بيروحوا وراه عشان يدوروا عليه. وفجأة بيشوفوه وسايل أول مرة وبيكون مبسوط، فبيروح لمتجر جو بيقعدوا جنبه، وبيكون بيجي عشان جو وسونو بيشوفوهم وبيروح ليهم وبيمشوا. فبيعدي الوقت والأخبار بتتكلم عن إن عدى سنة على اختفاء يوم وبيدوروا عليه ولسه تشو متابعه أصلا. وكوك بتشوف الطعام ده فبيكونوا جايين يتقابلوا، وبقت كوك هي رئيسة دايسان فولت وبقى تعاملها أحسن. فهنا يوم بتروح تعرف تشون في انه يبطل يدور على يوم وبتفصله علشان بقاله سنة بيدور عليه وخلاص هتبطل تعمل ده. فبيروح ليون وبتأكله علشان هي حبت ده، وبيفكرها بوقت ما كان طفل وكانت بتتجاهله بسبب يوم وانهم كانوا حابين البيت ده من زمان. وبتفكرها بكل حاجة وهي مبسوطة جدا وما كانتش متوقعة في انه يفضل طول الوقت ده من غير ابوه. وفجأة بتشوف تشون وبيجمع حاجته وبيمشي، وعشان كده بيروح لمكان يوم المفضل وبيفتكر وقت تهديده في انه يختفى في يوم عشان الكل هيتخلى عنه، واتاري هو اللي الكل اتخلى عنه، وسودونغ هو اللي فاز في الاخر وبيتخيره على طول. بس يوم بتعرفه انهم هينتقلوا من المكان ده وهتحولوا لحضانة اطفال، وعايز تملأ اطفال زيه، وبتديله صور اللي بينه وبين امه وكان حابب المكان. وبتعرفه ان امه كانت بتحبه جدا علشان يربيته وكانت يائسة جدا بس كملت علشانه، وان يبقى يفتكرها في اي وقت بيحبط فيه. فبنروح لسيو ومع الطعام ده وبيروح الخزنة وبيسيب الطعام ليوم واللي بيكون محبوس في المكان ده أصلا، وده من جانب سودونغ وحبسه حرفيا وسط المال اللي طول عمره كان بيحلم بيه.
وبيكون بيعد الأيام اللي فيها هنا، فبيفتكر وقت ما قابل سيدون غجو خدره وقرر ياخده ويحبسه، وقاعد قدامه مستنيه يفوق، وبالفعل بيفوق ومش عارف هو فين اصلا، فبيعرفه في ان حياته هنا ويحبسه في اوضه دايسان السريه ويسيبه هنا، وبالفعل بيكون قاعد ومستنيه وبيدخل ليه وبيديله ده، وشايف انه مش هيسيبه هنا لغايه ما يموت يعني، وعاوز يعرف ايه اللي عايزه، وبيعرض عليه كل المال اللي معاه عشان يخرجه من هنا، واللي بيطلب منه كل ثروته بالكامل، وبيفتكر انه سابها علشان ينتقم منهم كلهم، ولما بيرفض يديله ثروته كلها بيقرر يسيبه في المكان ده لغايه ما يموت، بس يوم عاوز يموت في بيته احسن، فسو بيعرف ليه انه مش هيديله اي مال من اللي معاه، وبيصدمه وانه جرايم مسلمها وبقت معاه، فبلاش يقرب منه بدل ما يخلص عليه، وعاوز يعرف ايه اللي حصل ليه خلاه وحش كده. فسو بيكلم جيوم واللي بتستغرب انه ازاي يخلي يوم يتنازل عن كل ثروته كلها اصلا، وبيستغربوا، فبيروح يفتكر وقت ما كان معاه، بس يوم بيفوق وبيكون متفك، وبيروح يخرج من المكان كله، وبيلاقي في ان سو بقى الرئيس، وبيمشي على طول تحته متابعه من سيدونغ اللي مبسوط بالانتقام ده، وبقى مستمتع حاليا وبيبكي كتير علشان ما صدق وصل للنقطه دي، بس مقابلها خسر كل حاجه في حياته. فيوم بيوصل لبيته بيلاقي انه اتحول لحضانه اطفال، وبيكون مصدوم جدا، فتيوم بيروح لسو بيعرفه ان دايزان فولت مش مناسبه ليه، وسو عايز يرتاح وهو يدعمه وبيفرحه جدا، وفجأة تشي بيرن عليه وبيستغرب انه بقى عارفه، وبيروحوا ليه عشان ياكلوا سوا، وبيكون عارفه وبيحاول يفتكرهم كلهم سوا، وبيكون صوت قرب اكتر من كونغ، وبيفرحوا كلهم، فتيوم بيكون بيفكر بابوه وشايف انها تتماسك بسببه علشان هو كل حياتها، وعشان كده بيكون عاوز يمشي من هنا ويسيبه دايسان، بس هي بتصر في انها تستولى عليها، وبتتأسف ليه وهي بتبكي وبتحضنه وبتشجعه وبيبكوا. فسو بيقابل تشي وبيتكلموا عن نمو للشركة، وبيركز فيه وبيقول في انه هياخد اجازة قريب اطول من اللي فاتت دي. فسو بيعرف يو برمز الخزنة، وبيعرفها في انها احسن من اي حد، وبتلاقي في انه هيسيب دايسان ومش عايزاه يعمل ده خالص، بس بيعرفها في انه اخد اكتر حاجة يوم بيهتم بيها وسابه يعيش، ومش عارف ده صح ولا غلط، وهيروح يدور على الاجابة بنفسه، وبيجي ماشي بتروح عشان توصله، وبالفعل بتمشي وهي حزينة عليه جدا، وبتوصله وهي مش عايزه تسيبه اصلا، وبتروح تنادي عليه، وعشان كده بيقرر يرجع ليها وبيبوس على طول ام حزناء، وبيمشي تاني على طول. فتيوم بيكون بيتصور مع سونو وبيتكلم معه، شايف في انهم متشابهين اصلا، وبيروح يجيب قهوه، بس تيوم بيبعت لدونغجو رساله وبيكون فيها صورته وبيكون رايح، في حين ان يوم بيكون اتحبس، وتيوم بيكون واقف، بس فجاه سونو بيروح يرميه من فوق على طول، وبيكون سايكو فعلا، وفجأة رسالته بتيجي لدونغجو وبيعرفه كل حاجة، وبيقرر يمشي على طول عشان يهدى شوية، وبيفتكر كلام أبوه، وبيروح يرمي رماده في البحر زي ما كان عايز، وبيقعد لوحده، وبكده مش عارفين هيكون في موسم تاني ولا لأ، خصوصا إن النهاية مفتوحة، فيا ترى دونغجو هيرجع عشان ينتقم لأخوه تايون من سونو ولا لأ، خصوصا إن سونو ما عندوش دم وقتله فعلا. فيا ترى دونغجو هيرجع وينتقم لاخوه تايون ولا مش هيرجع لدايسان كلها من تاني؟ تابعونا وهنعرف الايام الجايه حلوين، بس قبل ما تطلع دوس لايك للفيديو علشان يوصل لكم لخصات تانية كتير. تابعونا، سلام.